السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وميت علامة استفهام على مباراة الأهلي والهلال السوداني، وبيانات مضروبة من الناس اللي بتدير نادي الهلال. بيانات كل شوية يطلعوا في بيانات، وبيانات مضروبة وبيانات هابطة. بيانات هابطة من الناس اللي بتدير نادي الهلال. نادي الهلال هو نادي كبير، ملناش دعوة بيه، ومش هنتكلم على نادي الهلال ولا هنتكلم على جمهور نادي الهلال ولا الشعب السوداني زي ما هم اتكلموا قبل كده وغلطوا في النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. ولكن احنا بنقول كشعب، شعب عربي اخوات، ملناش دعوة، مش هنتكلم على ده، ولكن هنتكلم على الناس اللي عقولها فاضية وبتدير نادي الهلال، وكل شوية يطلعوا بيانات هابطة، بيانات هزيلة، وبيحكموا وبيقولوا ان احنا هنوصل الموضوع للفيفا علشان الكاف مش راضي يرد علينا. وفي اخر بياناتهم بقى اللي طلعوها ان هما بيلمحوا ووصلوا لدرجة وضيعة قوي، ان هما جابوا سيرة مذبحة بورسعيد، شهداء النادي الاهلي في 2012. الناس عمرها ما نسيت، ولحد النهارده واحنا بنقول في الدقيقة 74 وال 74 شهيد، وعمرنا ما نسينا، وعمر جمهور النادي الاهلي ما نسي اللي حصل في ماتش الاهلي والمصري في بورسعيد في 2012 يوم 1/12. عمر ما حد نسي، ولا عمره ما حد هينسى، ولا عمره هيتنسي جمهور النادي الاهلي. ولكن وصلت بيهم الحقارة الناس اللي بتدير الهلال السوداني. علشان ايه؟ علشان مباراة عمر النادي الاهلي ما حصلت معاه مباراة حصل فيها شغب. استحالة النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ما حصلش فيها شغب. يمكن حصلت عندكم انتوا في السودان لما النادي الاهلي كان بيلعب وتعادلنا 1-1 ونزل الجمهور ونزل الجيش حمل لعيبه، لكن عمرها ما تحصل مع النادي الاهلي. دي مباراة وهتعدي، لان جمهور النادي الاهلي كبير وبيشجع نادي كبير وعارف ايه اللي بيكون وايه اللي هيكون. دي مباراة كرة قدم، لا راحت ولا جت. سواء كسب الاهلي او خسر الاهلي، الاهلي ياما عنده بطولات وياما كسب مباريات، ما بتفرقش معاه. ممكن نزعل على الخسارة، لكن هنرجع ونقوم ونرجع ونجيب بطولات تاني، لان النادي الاهلي ياما عنده بطولات. لكن عمرها ما هتحصل حكاية شغب والحقارة اللي وصلوا بيها مسؤولي نادي الهلال، ان هم يوصلوا الموضوع لدرجة ان هم عاملين زي شغل النسوان، بيرموا بالكلام على مجزرة بور سعيد اللي حصل فيها ومات فيها خيرة شباب، استشهدوا فيها خيرة شباب النادي الأهلي، اللي لحد الآن عمر ما حد نسيهم ولا هينساهم. دايما فاكرينهم، وفي كل مباراة سواء في كرة القدم او في احداث رياضية دايما بنفتكر ونتذكر ال 74 شهيد. عمرنا ما قلنا عليهم حاجة، ولكن بيانات هابطة عاملين زي شغل النسوان، بيلقحوا بالكلام. زي ما بيقول لك احنا عرضنا على النادي الاهلي ان احنا نتدرب ساعة كاملة على الملعب قبل المباراة، مع ان علشان تعرفوا ان محدش عارف ان ده من حقهم. اللي بيدير كرة القدم في نادي الهلال مش عارف ايه، عامل زي جماعة دلوقتي لسه طالعين ببيان هابط زيهم برضو، بيشتكوا في الاستاذ خالد مرتجع عضو النادي الاهلي، عضو مجلس ادارة النادي الاهلي وامين الصندوق في النادي الاهلي، ان هو قال ايه، اتكلم على جمهور النادي الزمالك وبيحض على الكراهية. طب يا جماعة انتوا ما بتشوفوش الصورة؟ ما بتشوفوش القناة نادي الزمالك كل يوم الاعلام طالع فيها بيقول ده امبارح كان عندهم مباراة وخسروا 3-0 من البنك الاهلي وخرجوا بره البطولة من كأس الرابطة،
وبدل ما يتكلموا يحللوا المباراة بيتكلموا على النادي الاهلي وعلى جمهور النادي الاهلي. والله العظيم بيتكلموا على النادي الاهلي، لازم يدخلوا النادي الاهلي في جملة. والهلال بيقول لك عايزين نلعب ساعة او نتدرب ساعة قبل المباراة علشان طب ما هو نفس توقيت المباراة هيكون بيلعب نادي الهلال او نادي المريخ ونادي الزمالك في الجولة الختامية لدوري ابطال افريقيا في المجموعة الرابعة. يعني معنى كده ان انت مش من حقك تتكلم ولا من حقك تطالب بحاجة، لان اساسا الجمهور هو حق اصيل للنادي الاهلي، والنادي الاهلي يدخل 100,000 يدخل 50,000، والله حتى لو 100,000 جمهور النادي الاهلي هيبقى اكتر من كده بكتير. وهي في الاول وفي الاخر مباراة في كرة القدم. وسيبكم من الحوارات الفاكسة يزول انت وهو. وفي الختام ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك على الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.